زيزو والاهلي. واحد يقول لي ايه زيزو رايح الاهلي؟ اقول لك ثواني بقى، زيزو عايز يحترف خلاص، ده كلام نهائي، زيزو عايز يمشي. واحد يقول لي طب بس الاداره متمسكه بيه، اقول لك لا، اداره الزمالك عايزه زيزو يحترف وتاخد فلوس اللي هيتباع بيها يعني، لان الزمالك في اشد الحاجه الى اموال يعني. الاثنين خايفين من الجماهير، الاثنين خايفين من ردود الافعال وغضب الجمهور وماذا سيقال والهجوم الشديد والانتقادات اللاذعه من جماهير نادي الزمالك العظيم، اللي مستنيين قرار اعاره زيزو او بيع زيزو او الاستغناء عن زيزو او عدم التجديد لزيزو ومن ثم رحيله مجانا في شهر 6 الجاي. الاثنين خايفين من الجماهير، وده كلام انا بنقله لك اعتبره غير قابل للنقاش. طلع كلام ان زيزو الاهلي بيسال على تفاصيل مفاوضات التجديد مع نادي الزمالك. طبعا في انتظار، ليه بيسالوا كده؟ عشان يشوفوا الزمالك جدد له ولا لسه، ولا الزمالك مش هيجدد ولا هيبقى فري والاهلي هيجيبه. عايز تعرف موقف النادي الاهلي؟ نفس الموقف اللي الاهلي اتخذه فيما يخص زيزو قبل كده من سنتين، لما كان موجود اللجنه المؤقته اللي كان بيديرها مين؟ اللواء عماد عبد العزيز، وكان الاهلي لو دخل هيحصل على توقيع زيزو. ساعتها كابتن محمود الخطيب قال لك ايه؟ قال لك لا انا مش هجيب لعيب من الزمالك، والزمالك في الظروف دي وبتاع، الكلام اللي انتشر يعني.